بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله يا بنات هنعمل شوية سندوتشات بالكبدة، إنما إيه، بص أقسم بالله زي العسل. وهتقولي يا بسمة والله العظيم إن السندوتشات ديت عاملة زي بتاعة المحلات اللي إحنا بنشتريها، وطعمها زي العسل وتحفة كده. طيب أول حاجة أنا عندي كبدة متقطعة زي كده عادي، اعملها بأي كبدة، كبدة فراخ معاكي، كبدة بط معاكي، اللي أنت عايزاه، كبدة تجيبها من الجزار عادي برضو أي حاجة. فأنا عندي كبدة هي متقطعة وغسلها غسلة كويسة ومصفياها تمام كده. ومعايا هنا عشان خاطر احطها على الكبده معايا 3 بصلات او 4 يعني وسط حلوين، معايا قرن فلفل بارد ونص قرن فلفل حامي، ومعايا حبايتين من الطماطم. طيب تعالوا نبدا يلا ونصلي على النبي. اول حاجه انا هعملها، انا جبت طاسه اهوت وحطيتها على النار، حطيت فيها حبه زيت، وكان عندي حته دهن قطعتها عليها برده وحطيتها لعند ما تسيح. بعد كده بقى هجيب الكبده وانزلها على في الطاسه هنا معايا. انا جبت الكبده بعد ما غسلتها غسله كويسه وصفيتها برده، جبتها ونزلت عليها في الزيت، وحته الدهن اللي انا عاملاها. بعد كده انا هبخر الكبده، هحط عليها فلفل اسود، وهحط عليها كمون، وهحط عليها كزبره، وهحط عليها بهارات مشكل، وهحط عليها كمان، وهحط ورق لورا وقرفه وحبهان، واحط ده كله عليها. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا كده بهرت الكبده، حطيت عليها كمون، وحطيت عليها فلفل اسود، وحطيت عليها كزبره، وحطيت عليها شويه بهار مشكل، وحطيت عليها ورقتين من ورق اللورا، وحطيت عليها نص عود قرفه، وهقلب ده كله في بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن. الكبده معايا اهي، هسيبها بس لعند لما تاخد تتشوح تشويحه كويسه كده في البهار بتاعها، لعند ما تتشوح كده هروح اعمل لها اعمل لها البصل والطماطم. هبشر البصل على المبشره، وهقطع لها الطماطم والفلفل. بصوا انا عايزاكم تشموا الريحه، اقسم بالله ريحتها جباره رهيبه بصراحه. بصوا ما شاء الله. بعد ما الكبده اتشوحت معايا، انا بشرت ال3 بصلات، بشرتهم وهنزل عليها بقى على الكبده، بشرتهم بالمبشره عادي. عايزه تحطي ده كله وتفرميه في الكبه عادي برضه هيبقى طعمها جميل خالص، بس انا بحب المبشره يعني، فانا بشرتها على المبشره هحطها عليها. ما شاء الله. بصوا بعد ما الكبده اخدت تشويحه واتشوحت شويه مع البهارات والحاجات دي، نزلت عليها بالبصله وهديها تقليبه بقى تمام كده. تمام. بعد كده سيبها بس في البصل بس 5 دقايق كده، عبال ما تقطعي الفلفل او تفرموه في الكبه عادي، تحطهم كلهم على بعض عادي. بس البصله وهي لما بتبقى نيه كده بتدي صفاره رهيبه خالص، يعني بتخلي الحاجه مسكره معاكي، وطعم الاكل بيبقى مسكر وطعمه جميل خالص معاكي. بعد ما نزلت بالبصله بقى هنزل بالطماطم والفلفل تمام كده. نزلت بالطماطم والفلفل واديها تقليب. انا عايزاك تيجي تشم الريحه، اقسم بالله انا عايزاك تيجي تشم الريحه. شويه كبده، انما ايه، شويه كبده زي العسل تمام كده. تمام. عايزه تحط عليها مكعب ماجي، حط عليها مكعب ماجي عادي. انا حطيت عليها بهار مشكل والدنيا كده ما شاء الله تبارك الرحمن. هسيبها بقى لعند ما تستوي، بس هوطي عليها، هقلب يعني هدي عليها النار عشان الكبده ما تتلسعش منك، وعايزه تغطي عليها، غطي عليها برده عشان خاطر تاخد تستوي براحتها ويستووا مع بعض. يعني بصي شايفين البخار اللي طالع ده، دي الريحه بقى. يعني عايزه اقول لكم ان الريحه والله مسافه ما حطيت البهار الريحه قلبت الدنيا كده. هيبقى شويه سندوتشات كبده زي العسل. لعند ما تستوي بقى ان شاء الله هروح افتح العيش براحتك. عايزه تحط عيش عادي، عايزه تحط العيش اللي هو السيرس براحتك خالص. انا هروح اجيب العيش وهفتحه بقى لعند ما تستوي عشان احطه في السندوتشات على طول. في اسرع من كده اكله؟ اقسم بالله ما في اسرع من كده نهائي. بصي مش هتاخد معاكي 5 دقايق وانت واقفه كله في ثانيه مع بعضه كده على طول. ما تنسوش تصلوا على النبي. بصوا انا جبت العيش اهو وفتحته، قطعت الرغيف، انا هعمله بالعيش العادي بتاعتي، قطعت الرغيف نصين وفتحته اهو، فتحته كده عشان احشيه من هنا كده. طيب بفتحه ازاي؟ بصوا دي مش مفتوحه، امسك من هنا كده وهفتح بالراحه كده. بصي دخلي صبعك بالراحه كده بين العيش وبعضه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. دخلي، افتحي كده كده، دخلي صبعك بقى بالراحه كده لعند لما الرغيف يبقى ايه، يتفتح معايا اهو. بصوا ما شاء الله اهو تمام كده اهو. الرغيف اتفتح معايا عشان احط الكبده فيه من هنا. ما تنسوش تكملوا الفيديو معايا لغايه الاخر عشان في تكايه اخيره هتخلي طعمها عامل زي طعم المحلات بالظبط. شوفوا، هاتوا الرغيف وقطعوه نصين وافتحوه زي كده. تاني برضو تاني، انا معايا الرغيف اهو هقطعه نصين كده بالسكينه عادي. بصوا قطعته تمام اهو. هاخده بقى، اخد النص ده وافتحه. بصوا بالراحه كده عشان ما يتقطعش منكم. عايزين تعملوه بالعيش السيرس برضو هيبقى معاكم تمام. افتحوا بس بالراحه، دخلي ايدك كده بالراحه وبالشوش عشان ما يتفتحش منك اهو اهو اهو. فتحي بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده تمام اهو. بصوا اهو، بصوا ما شاء الله اهو تمام اهو. هكمل بقى ما شاء الله. هي اخدت لون اهي، فانا قلبتها الناحيه التانيه، ما اتحمرت من تحت. عايزين تغمقوا عن كده غمقوا، بس هو كده اللون كده تمام معايا. تاخد لون برضو من الناحيه التانيه وهطلعها بقى.
ما شاء الله، احلى اقسم بالله شويه سندوتشات كبده هتاكلوها، وبجد بجد بجد هتدعوا لي. لو عجبكم الفيديو جربوها بس وقولوا لي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي. مع السلامه.